طيب يلا يا شباب نبدأ. اللي هيدخل بقى بعد كده نبقى نقبله معانا. طيب خلينا كده نتعرف ببعض سريعا. أنا المهندس كريم عماد، performance media buyer. شغلي كله في البرفورمانس بقالي 5 سنين. الشغل ده مش منتشر في مصر، ده في الخليج. خلينا نقول كده سريعا، هو مين يعتبر مبتدئ ومين عنده خلفية عن، عشان نبقى كلنا كده على وتيرة واحدة. يعني اللي عنده خلفية عن المجال ممكن يرايز هاند. أنا ما عنديش أي خلفية عن هو الصوت بس بيقطع. أيوه اتفضل سامعك. بقول لحضرتك أنا ما عنديش أي خلفية عنه. أنا لسه حضرتك هستنى أسمع من حضرتك. تمام. طيب خلينا نتكلم كده عن، أستاذن حضرتك كنا عاوزين أبسط شرح ممكن. الله يكرم حضرتك. ما هو احنا يعني هعتبر ان كله ما عندوش خلفية، وخلينا نتكلم فروم سكراتش زي ما بيقولوا. اتفقنا كده؟ لو في حد رفع ايده، محمد. بقول لحضرتك هو خلفية عن الماركتينج ذات نفسه ولا الميديا باير يعني خصوصا؟ اللي انت عارفه، خلفية عن الميديا اه باينج، خلفية عن الماركتينج. يعني ممكن تقول لي واصل لحد فين، او ايه اللي انت، الصورة اللي في دماغك عن المجال بشكل عام. هو انا يعني مهتم بالمجال ده وخدت فيه دبلومة. آه، طبعا كانت مدتها 3 شهور. فاهم مثلا الكونتنت كرييتور مثلا بيعمل ايه، السوشيال ميديا سبيشاليست، الميديا باير خدت فيه اساسيات ان انت مثلا تعمل اي بي تيست والسي بي او والكلام ده كله يعني. بس ما تخصصتش في حاجة معينة. بس لو قلت لي أي حاجة ممكن مثلا أفهم، يعني مثلا في سوستاك موديل، يعني عندي خلفية شوية يعني. تمام. بس طيب وبعرف أعمل خلينا، إعلانات بس مش 100% يعني. يعني ممكن أحط يعني مثلا أتارجت الأودينس والكلام ده كله، بس طبعا بتبقى في زراير كده معينة. دي اللي بقى اللي بتوجه الإعلان صح، لأن معظم الإعلانات الناس بتشتكي إن الرسائل كتيرة بس ما حدش بيطلب أوردرات. فطبعا دي بتبقى استهداف، فانا يعني لسه عايز انت اقوي نفسي في حطيت الحته دي. انت حطيت ايدك على الهدف من الورك شوب دي يا محمد. الناس بيدخل لها رسائل كتير، اه مفيش مبيعات. ده تفتكروا ده مشكله كبيره، عيب؟ يعني ناس كتير تفتكروا ده عيب ميديا باير، ولا عيب كونتنت، ولا عيب اونر، ولا براند؟ يعني نفكر كده مع بعض، تبقى المشكلة فين؟ وانا بشوفها آه، الكونتنت هو اللي بيشد الاول. الايه؟ الكونتنت. الكونتنت هو لو حلو هيشد العميل، فبالتالي هيقدر ممكن يشتري. انما لو الكونتنت وحش بس الاعلان معمول صح، يعني ممكن ما يعجبش الناس. دي من وجهة نظري يعني. ده رأي محمد الكونتنت. مين عنده رأي تاني؟ هو يا باشمهندس ممكن بس أضيف حاجة بعد إذنك؟ اتفضل. طيب هو أنا بس بحب لما أحضر أي سيشن أو كورس أو حاجة، الانستراكتور اللي بيدي المحاضرة أنت بس يعني اديت بريف صغير قوي عنك، يعني باشمهندس عبد الرحمن، طب احنا عايزين حضرتك بتعمل إيه بالظبط، شغال فين؟ فلو بريف كده بس يعني في دقيقة بالظبط إن نفهم بس حضرتك بتعمل إيه. اوكي تمام، انا بس بسمع منكم في الاول، لكن احنا هو كل في ده البداية احنا لسه ما معاك بدأناش. بس أنا فاهمة أوكي، بس ببقى مهتمة بالحتة دي. يعني أنا بالنسبة لي أنا كآية بهتم بحتة إن يعني اللي بسمع له ده يعني بقى له قد إيه في الماركت عموما، بيعمل إيه.
بوينت مهمة طيب بالنسبة لي، أنا مش عارفة مهمة بالنسبة لحد تاني ولا لأ. طيب خلينا نقول البوينت دي علشان الكل يبقى معانا، بعد كده نرجع نفتح الأسئلة تاني أو المناقشة تاني. أنا أوكي. المهندس كريم عماد، performance media buyer، شغال أوكي. في الماركت بقالي 13 سنة. أوكي. اتخصصت في البرفورمانس بقالي 5 سنين. البوزيشن ده مش متعارف عليه في مصر، داخل مصر جديد. البوزيشن ده أغلبيته في أوروبا والخليج. طيب دور البرفورمانس ده إيه؟ نرجع للجزئية اللي قالها محمد. الإعلام بيشتغل، بيدخل مسجات كتير، الناس ما بتشتريش. فين المشكلة؟ مش عارفينها. مم. عشان كده البوزيشن بتاع البرفورمانس اتطلب في السوق. البرفورمانس دوت او البرفورمانس ماركتنج ده معمول ليه؟ ده دوره ان هو يحلل الفانل بتاعت البراند من A to Z علشان يعرف الجاب فين في انهي فيس فيهم، ويبدا ان هو يحط لها سولوشن. بمعنى احنا متفقين، او خلينا نتفق، ان كل براند ليه بزنس موديل، صح كده؟ أوكي. صح كده. طيب البيزنس موديل دوت متقسم لفيزز، كل ديبارتمنت مسؤولة عن حاجة في الاستراكشر ده علشان المنظومة تكمل، صح كده؟ صح كده. تمام. في الماركتنج دور البرفورمانس ان هو اللي ياخد الاستراكشر ده ويقيسه ويعمل اناليسز ليه ويعرف الجاب في انهي فيزز، ويبدا ان هو يحط. تمام. أوكي. طيب خلينا ناخد مثال كده سريع علشان الناس تفهمها. الاي كوميرس. الاي كوميرس عندي بيتقسم لكام فيز، او ايه الستبس بتاعته؟ طيب الاي كوميرس عندي بيبدا بان انا جبت برودكتس، تمام، عملت ويب سايت، ابتديت ان انا اعمل كونتنت، وعملت الماركت بلان بتاعتي، بدات ان انا انفذ الفيجوال دوت كونتنت وديزاينز وكل الكلام دوت، وجبت بعد كده ميديا باير او انا عملت الاعلانات بتاعتي، ابتديت احط فلوس في الاعلانات دي، ابتدى يجي لي اوردرز على السايت بتاعي. تمام كده؟ أوكي. طيب لحد الستيب بتاعت الاوردرز دي احنا كده عملنا الميديا باينج بتاعنا او عملنا الماركتنج بتاعنا. يجي الفيز اللي بعد كده ايه؟ الاوبريشن. الاوبريشن ده بيتمثل في ايه؟ بعد ما جت الاوردرز بقى عندي فيز بعدها الكونفirmation، وهي ان انا ااكد الطلبات بتاعتي دي على العملاء. بعد الكونفirmation يجي مرحله الشيبنج. بعد الشيبنج التحصيل بتاعي الكاش. يبقى احنا كده في البيزنس موديل او الاستراكشر بتاع الاي كوميرس عندنا كام فيز علشان نقول ان البيزنس ده يقدر يسكيل ويقدر يحقق نتائج ونقدر نعمل فيه جروس كمان. حوالي 8 مراحل. دور البرفورمانس انه مسؤول عن ال8 مراحل دول، لان الريبورت بتاعه هو اللي هيخلي البيزنس اونر او اصحاب المؤسسه ياخدوا الاكشن على اساسه. الاكشن ده متمثل في تعديل الماركتنج بلان، تغيير الشيبنج او شركه الشحن اللي هم بيتعاملوا معاها، تغيير الكول سنتر بتاعهم اللي بيعمل كونفirmation. الصوره وصلت؟ ف أوكي. فالبوزيشن ده ابتدى يتطلب او ابتدت الناس تدور عليه
لان احنا كان الاول عندنا مصطلح الميديا باير. الميديا باير ده كان دوره ان هو بيدخل يتعامل مع داشبورد، يطلع منها اناليسز، يعمل اكتر من تيست، ويجرب كرييتيفز، ويطلع قرايات من الداشبورد بناء عليها يقول انا الكامبين بتاعتي ناجحه ولا لا. بس مؤخرا بقت الكامبين بتبقى على الداشبورد ناجحه لكن مفيش مبيعات. ففي الحاله دي انا كصاحب براند هعمل ايه؟ ماشي انت تمام وشغلك كويس، بس انا ما ببيعش، فهضطر ان انا هوقف، مش هشتغل. معايا كونتنت شاطر بس الميديا باير مش مخدم عليه، فهنوصل في المرحله الاخيره ان انا كبزنس اونر هقفل البراند بتاعي، لان المعادله في الماركت او المعادله في البيزنس واضحه. انا بحط فلوس بتمشي فانل معين تترجم لفلوس ترجع لي تاني. اي حاجه غير المعادله دي ما اسمهاش بيزنس. تمام. يعني على سبيل المثال مثلا استاذه آية، انت فاتحه محل، الموظفين عندك شاطرين جدا، كل واحد في حتته شاطر، بس انا ما ببيعش. النتيجه النهائيه ايه؟ هقفل المحل. انا حاسه ان الوظيفه بتاعت performance دي زي بالظبط بيزنس ديفلوبر مثلا، يعني حاساها قريبه. يعني هي البيزنس ديفلوبر يندرج تحتيها اكتر من مسمى. البيزنس هي ديفلوبر شبيهه ده شويه. بالظبط كده، بس البرفورمانس او البرفورمانس ميديا باير ده تخصصه في الماركت بس. البيزنس ديفلوبر بيتابع معاك اللوجيستكس، بيتابع معاك السياسات بتاعت الدول اللي انت عايز تفتح فيها. يعني لو انت مثلا شغال في مصر وعايز تنقل تفتح في الكويت مثلا، فدور البيزنس ديفلوبر ان هو يديك الريبورت الكامل انك ازاي تنقل البيزنس بتاعك في الكويت ليجل، ايه السياسات اللي انت هتتبعها، ايه اللي محتاج، التراخيص اللي انت محتاجها، هتوزع انتشارك هناك ازاي. كل الكلام ده البيزنس ديفلوبر بيعمله علشان يخليك اوفلاين متواجد. اتفضل يا محمد. هو انا عندي سؤال، هو البيزنس ديفلوبر ده هو مثلا يعني بيبقى مثلا ليه علاقة بالسيلز والماركتينج مع بعض؟ يعني هو مثلا كان شغال سيلز وخبرة وبعد كده نقل ماركتينج فبيدمج الاتنين مع بعض، ولا؟ بس لا تقريبا سمعتها من حد بس مش لا، متأكد. بص، مش شرط ان البيزنس ديفلوبر يبقى على درايه بالماركتنج اونلاين، والعكس صحيح. ده ملعب وده ملعب تاني، هما الاتنين مع بعض يعني يكملوا بعض. انا باخد من البيزنس ديفلوبر وهو بياخد مني الاناليسيس بتاعي على الداشبورد وعلى الفانل بتاعي اللي انا ماشيه، بس لكن ما هو لهمش بوزيشن لوحده مع بعض، ما يعني ما يعملوش يتلخصش ايه. مثلا في بوزيشن واحد؟ يعني مثلا لو واحد ليه خبرة في كده وفي كده، ما يبقاش ليه بوزيشن مثلا معين هو ده البوزيشن بتاعه، خبرة في ده وفي ده، ولا ما فيش كده؟ طب خليني اسالك سؤال. اكيد كلكم عارفين محمد نجاتي، رائد الاعمال. مم. تمام. محمد نجاتي ده دوره بزنس ديفلوبر، تودي له شركه يبدا ان هو يشتغل عليها ان هي تبقى ليها بوزيشننج في السوق. طيب، هل محمد نجاتي ينفع او شفت له اي بودكاست او اي محاضره او اي حاجه هو طالع يتكلم فيها بيتكلم عن الماركتنج؟ بيتكلم عن الماركتنج بتاعنا، السوشيال ميديا، البيد ادز، الحاجات دي، الكرييتيفز، كل الكلام ده؟ لا. ليه؟ التخصص
هو اللي بيخليك متميز. فهو الراجل مبدع في حته معينه. انا بزنس ديفلوبر، اخد لك الشركه انقلها لك في اي حته او اي دوله عايز تشتغل فيها، هدخلها لك السوق واديك البلان بتاعها، اشتغل معاك عليها، اعمل لك شراكات. دور الانتشار بتاعها هيمشي ازاي؟ لا، ده لاهل الخبره. ده تروح لحد فاهم البيزنس موديل بتاعك، وعارف الستبس اللي انت محتاجها من اول ما هنبقى موجودين على السوشيال ميديا، او من اول ما العميل بتاعك يعرفك لحد ما يعمل عملية الشراء بتاعته. الفانل دي هو اللي فاهمها وهو اللي عارف يمشيها ازاي، بناء على الريبورت اللي بياخده من البيزنس ديفلوبر. احنا هنفتح في الكويت او احنا هنفتح في السعودية، الريسيرش بتاعنا بيقول 1 2 3 4. فانت بتاخد منه المعلومة وتبدأ ان انت تعيد صياغتها عشان تبقى موجودة على السوشيال ميديا. الناس دي هتشتري ازاي؟ ثقافتها ايه؟ اخاطبهم ازاي؟ اخاطب اليوزر نفسه ازاي؟ فاهم قصدي؟ ايوه فاهم. فالكلام ده ما كانش موجود في مصر. مصر كانت واقفة عند حتة أنا بجيب ميديا باير يخش يشتغل على الداشبورد يجيب أرقام كويسة. الكلام ده مثلا بنحكي في يعني في 2019 و2020، يعني من زمان. كان الناس بتخش تدور والله انت نتائجك ايه؟ انا بجيب الرساله ب3 جنيه، انا بجيب مش عارف الرساله ب2 جنيه، احنا صرفنا رقم ومش عارف ايه كانت الناس بتدور في الزون دي. طبعا مع التطور والالجوريزم اللي بيتغير ثانيه عن الثانيه، ابتدت الطريقه دي اللي مش فاهم ما خلاص ما بقالوش مكان. انت واحد كل دورك بتدخل ترص شويه اهتمامات على الفيلد اللي انت شغال عليه وتشغل الاعلان. اولا انت معتمد على قوه الحساب بتاعك، معتمد على المبلغ اللي اتصرف عليه، معتمد على الداتا اللي اتخزنت على الحساب. فجت ميتا عملت تحديث جميل جدا وقالت لك يلا اللي عايز يشتغل يشتغل، انا كده كده حطيت لك الاي اي في البلاتفورم عندي. فانت لو فهمت البلاتفورم هتشتغل ازاي اي اي، انت مش هتحتاج ميديا باير. وظيفه الميديا باير دي تختفي. ليه بقى؟ لان هو قال لك انت دلوقتي بتشتغل مثلا في الملابس، اعمل لي بيج ونزل لي عليها ماتيريال، وخلي الالجوريزم بتاعت ميتا او بتاعت البلاتفورم، لان هي موجوده دلوقتي في البلاتفورمز كلها، خليها بس تقرا الداتا اللي انت منزلها دي وتبدا هي تدور لك على الجمهور. بعدها خش اعمل اعلان واديني الفول اكسس ان انا اجرب. واجرب دي يعني ايه؟ يعني شغل لي اعلان انجيجمنت وابدا تابعه معايا، وانا هكولكت الداتا على الاساس بتاع الكامبين وهبدا اديك هنتات. يعني في ناس من اللي بتشتغل مسجات هتلاقي ان ميتا مثلا لو انت بتشتغل سيلز بيجي لك اخر الشات بتاعك ويسالك العميل ده اشترى ولا لا. فمجرد ما هتقول له العميل ده اشترى، هي دي داتا هو جمعها، خلاص عارف ان ده اشترى. لما تدي له 10 15 هو هيحلل الاكونتس اللي انت قلت له اشترت ويبدا يعدلها ويحسن من الكامبين اوتوماتيك. اخر تحديث نازل لميتا ان هو بيقول لك اشرح لي، اكتب لي باراجراف ديسكريبشن كده عن الاودينس اللي انت عايزه، وانا بالاي اي او انا بالتولز بتاعتي هاخد الكلام ده افلتره واطلع لك انا الاودينس اللي انت هتشتغل عليه ويشتري منك. فكده اصبح ان انا كبزنس اونر لو انا متابع مش هحتاج الميديا باير. هجيب ليه
عشان كده زي ما قلنا في الاول البوزيشن بتاع البرفورمانس دوت موجود بره، هو بس لسه جديد في مصر، لسه بيدخل في مصر جديد. فالورك شوب دي هدفها مش ان انت تتعلم تكريت اعلان او تطلع او تاخد مني اودينس جاهز، او ان انت والله انا ازاي هسكيل والاستراتيجيز. كل دي 10% من الشغلانه، من الكارير. 90% معتمد على طريقه تفكير. اي تول موجوده معاك هي موجوده، الفكره انت دماغك هتتعامل معاها ازاي. عشان كده زي ما انتم شايفين انا ما فتحتش السكرين ووريتكم كيس ستادي وعملنا ارقام مش عارف عامله ايه وسوينا ايه وبتاع. انت كده مش هتتعلم حاجه، انت بتاخد اللي انا عملته. طيب هتيجي تطبقه عندك، شرط انه ينجح 100%؟ لا. فترجع تقول طب انا ما استفدتش حاجه، ما هو عمل 1 2 3 4 وانا طبقت 1 2 3 4 وما جابش نتائج. فاعذرني اقول لك ان انت طبقته وانت مش فاهم هو ليه 1 2 3 4 ده اتعمل. ده اغلبيه الكورسات اللي موجوده دلوقتي، انا بشرح لك كيس ستادي عندي واقول لك انا عملت كذا وعملت كذا ووصلت العميل لكذا، فانت تاخد اللي انا قلته ده وتروح تطبقه على اي بيزنس، فتلاقيها خيشت معاك وانت مش فاهم. طب انا ما هو الراجل عملها. فالملخص هنا ان انا عايزك تطلع فاهم ماركتنج، مش حافظ. فاهم دي يعني انت معاك ورقه وقلم وقاعد بتفكر. البرفورمانس دلوقتي في مصر الشركات بتدفع فيه فلوس بتوصل ل 70 و80 ألف جنيه، والأرقام دي موجودة. يعني لو أنت رحت خدت كورس ويقول لك ميديا باينج والوظيفة مطلوبة والحاجات دي، دور دلوقتي في أي جروب من جروبات الميديا باينج شركة طالبة، شوف كم واحد بيقدم. كتير جدا. الاتش ارز بيكلموني، احنا بيجي لنا ناس كتير جدا ومش وما بنعرفش ازاي نانلايز الشاطر من اللي مش فاهم، من اللي سرق النتائج، من كل الكلام دوت. فبقول لهم هو تيست صغير قوي هتعرف منه اللي فاهم واللي مش فاهم. اديله كيس ستادي وخليه يطلع يعني يجي لك بيها، يعمل لها ريبريزنتيف في الميتنج. اشتريت يبقى الراجل ده شاطر، واشتريت دي يعني الراجل ده بيعرف يفكر، الراجل ده بيعرف ياخد بريف، يحلل، بيمسك ورقة وقلم، يعمل رود ماب محترمة، عارف الكلاينت بتاعه داخل من أول الفانل هيطلع ينهي الفانل شاري ازاي. فده هتحطه في أي بيزنس أو هتديله أي أكاونت هيعمل لك فيه أرقام. لكن اللي بيبعت ريزلتس هو نجح في الملابس علشان زي ما قلنا المقومات موجودة، الأكاونت موجود والصرف موجود فالدنيا تمام. تعال حطه في الريل استيت مش عارف. طب قول له سعر المسج عالية عايزين نعمل اوبتمايزنج، مش عارف يعمل اوبتمايز ازاي. هو قاري داشبورد الارقام كويسه، السي بي ام بتاعي كويس، الكونفرجن ريت لو هو شغال مثلا بيحول على فورم في جوجل او بيحول على الفورم بتاع السايت، الكونفرجن ريت بتاعي كويس. طب الناس ما بتنفذش ليه؟ هو مش فاهم. وممكن تبقى مش شغلانته، هو كميديا باير خلص شغله. طب انت هتساعد البيزنس اللي انت شغال معاه ازاي؟ بعد ما مهمتك تخلص السيلز بيكفر وراك ازاي؟
الناس دي كويسة فبتترجم شغلك صح ففي فلوس بتدخل، ولا الناس دي مش فاهمة فمحتاجين ان هم يتدربوا؟ لان زي ما قلنا في الاول وفي الاخر، آه، اي صاحب بيزنس هو مش فاتح مؤسسة خيرية، هو فاتح مكان هحط فيه فلوس يطلع لي فلوس. طول ما المعادلة دي ماشية الناس شغالة. ضربت منه هيقفل المكان عاطل في باطل، ما هو انا مش هصرف عليك. تمام كده. الناس معايا ولا؟ تمام. تمام. يبقى زي ما قلنا، انت الهدف من الورك شوب ان انت تبص بمنظور تاني. المفروض انك تفهم البيزنس، تفهم الاودينس، تفهم التست، بنعمل تيست ليه، وايه الارقام اللي احنا بنطلعها من التست دي، بنحلل ازاي الداتا اللي جايه لنا، وبنسكيل ازاي. كل ده شغل الميديا باير، واللي خد كورسز قبل كده سمعوا قبل كده. طب الجديد ايه؟ انك تعمل CRM سيلز شيت، تشوف المكان اللي انت شغال معاه ده بيترجم الحاجات دي كفلوس ازاي. بيبيع سيلز شات، بيبيع مكالمات تليفون، ولازم يبقى ليه KPIs عندك. هنا انت بتقول لصاحب البراند اعتبرني ايدك اليمين اللي بتمضي على القرارات، انا هديك ارقام تعمل لك جروس في البراند بتاعك، وهمسك الفانل من اوله لاخره، واخليك يعني تحوله لمكنه فلوس. عشان كده اللي بيشتغل في البوزيشن ده مش هتلاقي معاه 15 20 اكونت، بس هتلاقي اكونت بمقام ال 15 20. بيذاكر طول الوقت لان مهمته مش داشبورد، هو مش بيكريت اعلان ويطلعه ويقعد يتفرج عليه، هو في سيستم كامل هو بيتابعه. عنده خلفية عن كل فيز هيشتغل عليها، وعنده نوليدج ان هو يدي فيها حل، لو فيها مشكلة يحلها. حتى لو ما عندوش الحل دلوقتي وظيفته انه يدور على الحل ويجيبه. وده يعني وده ردي على محمد او اللي سأل وقال هو الكلام ده شبه البيزنس ديفلوبر. هو البيزنس ديفلوبر بيعمل نفس القصة بس على الارض، احنا بنعمله اونلاين. والجزئية بتاعت الكونتنت اللي اتكلمنا فيها، خلينا نبقى متفقين ان كلمة السر في يعني في البلان كلها هي كونتنت. عشان كده كلام محمد صح. عايز تعرف الكلام ده صح ولا غلط؟ خد المثال ده وفكر معايا فيه. انا دلوقتي عندي سلعة سعرها في السوق 700 جنيه، بجيبها ب 400 جنيه. تمام. عندي تو اوبشنز. انا واحد هبيعها زي السوق، فكده انا دخلت في منافسة. اللي عامل فيها ايه؟ السعر، وده في منه كتير بقى. ولا اخد المنتج ابو 700 جنيه دول ابيعه ب 2000 جنيه. ايه اللي يخليني ابيع ده ب 2000 ونفس المنتج ده هبيعه ب 700 زي السوق؟ الحدوته اللي هي الكونتنت. الناس بتستنى موبايل ابل اللي بينزل مره في السنه علشان الحدوته بتاعت ابل، ولو نزل بكام الناس بتشتريه. هو مش احسن تليفون، بس حاكين حدوته حلوه تخليك
متعلق بالبراند، مستني الموبايل ينزل، مهما كان سعره هتروح تشتريه، لان الحدوته بتاعته قايمه على التميز، التفرد. اي حد بيشتري ابل بيبص له بصه اللي هو انت في حته تانية. على العكس الشركات التانية هتلاقي فيتشرز اعلى وامكانيات جباره وفعلا هتفيدك وباسعار اقل من ابل، والناس مش يعني ما بتجريش عليها. يعني كام واحد مثلا مستني تليفون سامسونج الجديد اللي هينزل؟ كام واحد اصلا عارف سامسونج بتعمل مؤتمراتها امتى عشان تعلن على الموبايلات الجديده؟ انما لو سالت على الميعاد بتاع مؤتمر ابل الناس هتبقى عارفه ميعاده، والناس بتبقى مستنيه الحفله تتفرج. فهو خلق حاله عند الناس ان هي مستنيه، فده اللي يخليه يبيع التليفون ب100,000 وب200,000 ما عندوش مشكله فيه، والناس هتفضل بتشتريه. فكلمه السر زي ما قلنا تلعب بالكونتنت ازاي، وتركز على الجمله اللي انت عايز توصلها للعميل بتاعك. يعني بعد ما تحكي الحدوته بتاعتك يبقى الرساله واضحه، انا عايزك تشتري. بسط زي كده ما جيتوا في اول الميتنج قلت له احنا عايزين المعلومه تبقى بشكل بسيط. ليه؟ لو انا اديتك في مصطلحات وجبت من اليمين وجبت من الشمال انت قفلت مني. انما كل ما اديك الرساله واضحه وانا عايزك تعمل ايه، كل ما الموضوع يبقى سهل بالنسبه لك. فابل بتلعب اللعبه دي، حكت حدوته وبتوجهك. البري اوردر او البري ريكويست على السايت بتاعها بس، شكرا. الشركات التانية بقى يقول لك مقاوم للميه ومش عارف ويحطوا لك في غسالة ويرفع لك مش عارف ايه ويسحلك في اعلان، وفي الاخر بقى ماشي سعره كام؟ سعره كذا. طب تمام، انت اصلا سبت الاعلان في النص. انما ابل بتديك الرسالة واضحة، كلمتين ورد غطاهم، ما فيش اكتر من كده. معايا يا شباب ولا؟ تمام. طب يبقى احنا كده قلنا، او خلينا اديكوا كده بريف سريع. انت ليه محتاج تتعلم المهارة دي، او ليه محتاج تتعلم البوزيشن ده، او ايه اللي انت هتستفيده معايا؟ ان انت هتعرف تعمل اعلان، وده مش مهمة بالنسبة لي. هتعرف تجيب كلاينتس، ودي مهمة بالنسبة لي. انك تعرف تعمل برزنتيشن ليك صح as a performance، مش ميديا باير. ميديا باير في منك كتير، performance مش كله عندك، مش كله بيفكر بطريقة واحدة، فالمايند سيت بتاعتك مختلفة. التاتش بتاعك حتى اللي انا هعلمه لك، التاتش بتاعك هيفرقك عن غيرك. هتعرف تعمل ريزلتس محترمة، مش رسائل. هتعمل ريزلتس على ارض الواقع، مبيعات، ارقام قدامك متحققة، وتعمل فانل كامل للسيلز. وهتتعلم كمان، هديك سيميوليشن ازاي تدرب السيلز اللي تحت ايدك، سواء انت شغال في شركة او لو انت بزنس اونر وبتبيع بنفسك. هديك برنامج، او هو مش برنامج، هي تول على الاي اي، هعلمك ازاي تتعامل معاها وتتدرب زي ما انت عايز على كل الانواع بتاعت العملاء اللي ممكن تقابلها، وانك تبيع لهم شات، ولو عايز تعمل مكالمات هتبيع لهم مكالمات، وازاي تشتغل فريلانس او مع شركة. وفي الاغلب مش هتبقى شركاتك في مصر، لحد دلوقتي البوزيشن ده مش منتشر في مصر.
شركاتك بره مصر. والاهم من ده كله ان انت يبقى عندك تفكير البرفورمانس، ان انت تبقى قاعد بورقه وقلم كده، طلعت فكره في دماغك فترجمها على ورقه، فتعمل بيها برزنتيشن محترم، كيس ستادي كده من لا شيء. واكتر مثال بقوله للناس في السيشنز في حته البرفورمانس دي، اللي يقول لك تعالى بيع بمليون جنيه او تعالى شوف احنا حققنا مبيعات بمليون جنيه، انا بقول لك وعلى ضمانتي روح قول له انت كذاب. براند مصري باع بمليون جنيه على ارض الواقع دي ما بتتنفس. اتفضل يا محمد. أنا عندي سؤال، هو البوزيشن ده في منه مثلا ممكن نقدر ننزل انترن أو حاجة بحيث برضه يعني ناخد خبرة، ولا ده لازم تخش من السوشيال ميديا سبيشاليست وبعد كده تنقل على طول؟ لا، هو انت كده كده في الكورس انت هتشتغل عمل، وطول ما انت شغال انت شغلك تطبيق. والكيس ستاديز الفهمه بتاعتك او البوست بتاعتك او البرزنتيشن اللي انت بتعملها وبتقدمها لاي شركه هي اللي هتخلي الشركه عايزه تدخل معاك ميتنج، لانك بالبلدي كده انت رايح جايب له الخلاصه. وده في التدريب انا بعمله. انا مش بقول لك هتنزل انترن في حته، بس بقول لك ايه واحنا شغالين، اديك مثلا اجيب لك 3 4 براندات واقول لك يلا نشتغل عليهم، خد اشتغل عليهم واعمل لي برزنتيشن كده من اللي احنا متعلمينه سوا، وفايل PDF وابعته. انت مش خسران حاجه. البرزنتيشن بتاعتك دي هي اللي بتخلي الاونر عايزك. كل ما انت مطلع ابداع فيها ومبين للراجل ان انت فاهم، هو اللي هيدور عليك. فانا مش عايزك تاخد الكورس علشان تنزل تدور على شركه تشتغل فيها، لان مهما نزلت انت في الشركات ايه، سقفك محدود. اي شركه في مصر فريلانس على طول يعني؟ هتشتغل فريلانس على طول. وخلي بالك انت حتى لو نزلت في شركه او طلبت هايرنج في شركه لازم تبقى فاهم، ودي برضو هقول لك عليها الشركات بتعمل فيها ايه. الشركه بتبقى عايزاك بفيكسد سالري موظف، مش هتطلع براها. طيب بالمهاره اللي عندك دي، الدخل اللي الشركه بتديهولك لو انت بتاخد مثلا زي 25,000 او 30,000 ايا يكن الرقم، مطالب انك تنزل من الساعه 8 او الساعه 9 عشان تخلص يومك وترجع، وعندك ساعتين رايح وساعتين جاي، او ساعتين، ساعه رايح وساعه جاي، ادي 12 ساعه من يومك. وتروح البيت تتابع الاكونتس اللي عندهم. مش المفروض جوه الشيفت بس، بره الشيفت مالهمش دعوة؟ لا، ميديا باير او البرفورمانس عموما انت شغلك يعني ما بيوقفش. طب ما كده الفريلانس أحسن، يعني لو شركتين أو أكونتين يبقوا أحسن بكتير من إن أنا أبقى ملتزم مع حد معين. ما هو ده اللي انا بكلمك فيه. انت لو مخطط انك تنزل تشتغل في مكان او في شركه، انت نازل واولا هتلاقي يعني المرتبات اللي هي مش الواو، اللي هو الحد الادنى. يعني في ناس بشوفها بتفرح ب 15,000 وب 20,000. ما هو ده يا حبيبي ده مرتب الفتره اللي احنا فيها. انت اقل من الرقم ده مش هتعرف تروح له الشغل. بس هو بقى مستفيد منك بنسبه كام في الميه؟ أكتر من 100% كمان. بالظبط. ومش هيعلمك حاجه. طب يا باشمهندس، هي الديوريشن بتاع الكورس نفسه قد ايه؟ هو الكورس ده المفروض محاضرتين في الاسبوع، يعني بيخلص في شهر.
يعني لان تمام زي ما محاضرة. قلت هو ما فيهوش نظري. انا مش بحكي نظري، انا بحكي لك سوق. يعني انت من داي 1 انت داخل بتاخد لك ربع ساعه تشوف احنا بنكريت ازاي، بنعمل ايه، بنقرا ازاي، مش عارف ايه الكلام دوت. بعد كده بنبدا ندخل انت اللي بتشتغل. في عندك في جروب الواتساب اللي بنتابع مع بعض عليه. انت بتبقى كل يوم عندك زي مش هقولها assignment، بس عندك مذاكره برين ستورمنج كده. اوكي، بس انا بالنسبه لي مثلا كبزنس اونر، انا هدفي من حضور الكورس ان انا تحت ايدي سيلز وناس معايا. فبدل ما اخلي شركه تعمل لي ماركتنج، انا عايزه امرن الناس دي او اديهم تريننج ان هم يعملوا الماركتنج في الشركه نفسها لينا. يعني انا مش بحتاج تمام. حاجات يعني قويه جدا في الماركتنج، يعني محتاجه اساسيات. فهل انا بعد ما اخلص الكورس انا يعني يبقى عندي السكيل دي نفسها، ولا مش هطلع بيها؟ بص، هو كده كده هيبقى عندك السكيلز بتاعت الميديا باير اللي مطلوبه. امم بس انا زي ما بقول لك، انا يعني خساره انك تطلعي من الكورس ده على قد معلومات الميديا باير. هي مش ميديا باير بس، وانا عايزه ان انا في شغلي مؤخرا بقينا حته الماركتنج دي بقت مهمه فيه. تمام، ان انا اعمل كامبينز، اخلي الشركات تعمل لي كامبينز، دي هاي كوست على الشركه. طب انا تمام. عندي ناس وعندي تيم، طب احنا عايزين ننقل لهم. انا كده كده كنت عايزه اديهم كورس، اخلي حد انستراكتور ينزل يديهم كورس. طيب انا قلت طب انا اشوف الدنيا وبعد كده تمام اخلي حد يديهم. بس انا برضو يبقى عندي، انا بحب لما نبتدي حاجه جديده تبقى المهاره نفسها عندي، عشان لو حد سالني على حاجه طب يعني انا انا عايز الناس اسالك عارفه سؤال. النو هاو بتاعتها يعني. مم. تمام. يعني بالنسبه للماركتنج، وان انت تكريتي الاعلانات والاستراتيجيز اللي تشتغلي بيها وكل الكلام ده هتتعلميه، ولازم مم. انا دوري هقوله لك وهتطبقيه عملي. اوكي. تمام. ده كميديا باير. وكده كده في الكورس بيبقى فيه سيشن فور فري للكونتنت، بيديك اساسيات الكونتنت، ما بيبقاش معايا أنا. حلو جدا. تمام. نيجي مم. بقى للجزئيه معلش الاخيره بتاعت يعني. الفانل، المبيعات. مم. انت بتقولي انت عندك تيم سيلز شغال، صح كده؟ اه. حلو. بيتدربوا ازاي؟ يعني انت هما عينتيهم بناء على ايه؟ لا، هما بالفعل مدربين، ده بقالهم سنين موجودين. بس طبعا احنا ما كناش حتة الماركتينج دي محتاجينها قوي. الفترة الأخيرة بقينا محتاجينها. طيب، هديكي في الكورس تول. المفروض التول دي يعني المكان بيطلعها لوحده ككورس. ده سيشن، ده عبارة عن كورس 4 محاضرات، بيخلص في أسبوعين، محاضرتين مم. في الأسبوع. ده هدفه إنك مهما كان الكلاينت بيعمل إيه في الشات هتطلعي بالبيع. وعلى فكرة السيستم AI عادي جدا، ما فيهوش حاجة. هو كل الموضوع إن إحنا وظفناه إنه يخدم على حتة المبيعات دي. مهما كان مجالك، بتبيعي إيه، السيستم كاستمايز ليكي. بتعملي ايه فيه؟ هو بياخد بريف، بياخد منك الداتا تشتغلي عليها، معاك الانستراكتور. ادخل اعمل لي سيميوليشن لنوعيه الكلاينت ده. هيبدا يدخل معاكي في الشات زي شات الواتساب عادي، والتيم بتاعك يتدرب. خش بقى بيع للعميل ده وليفلز، ويبدا يديكي الويكنس بوينت بتاعتهم. ولو عرفوا يبيعوا له ويقنعوه، يبدا يقول لك ايه الباور، او ايه السيلز بوينت اللي هم اشتغلوا عليها كويسه، فيبداوا ان هم يتمرنوا عليها اكتر. بتقعدي في التدريب ده شهر. فتخيلي كده ان انت قاعده شهر، كل يوم عندك سيميوليشن، او عندك ساعتين كده بتبيعي الناس بس. ومفيش بقى رهبه، انت مش حاسه برهبه، لان كده كده انت يعني مش خايفه من رد فعل العميل. هو مش شايفك ومش عارف. فبتتمرني. بعد مم. ال 30 يوم دول بتتمرني على كل التايبس اللي ممكن تجيلك في البراند بتاعك. لما تنزلي على ارض الواقع بقى، لما تنزلي الملعب، هل هيبقى عندك رهبه او في حاجه ما عدتش عليكي؟ خلاص كل السيتويشنز موجوده. اوكي.
فده كبزنس اونر. طيب كحد عايز يشتغل، انا مش بقول لك خد الكورس وانزل اشتغل بيه في شركه، لان هتبقى ظلمت خلي نفسك. بالك بس يا باشمهندس ان هو تقريبا هينتهي دلوقتي هتنتهي عشان عدى ده ساعة ايه؟ تقريبا. تمام، هنبعت لينك تاني. نضطر ان احنا نقفل ونفتح تاني. مفيش مشكله، هخليهم يبعتوا لينك تاني. هو احنا كده يعتبر خلاص خلصنا، فاضل بس هوريكم كده جزء سريع للبروجكت اللي انا اشتغلت عليها تكمله بالتعريف، وبعد كده معانا نص ساعه اللي عايز يسال سؤال او حاجه في اللي احنا قلناه. أنا عندي استفسار إذا ممكن. يعني هل الكورس ده ينفع لحد داخل حابب يدخل المجال جديد وما عنده فكرة خالص عن المجال؟ ينفع. هو بس الميتنج هيخلص، فخليهم يبعتوا لكم لينك ندخل تاني تمام.